السلام عليكم. النهارده هوريكم ازاي ترصي غسالة الاطباق. اول حاجة ما تشطفيش الغسيل في الحوض. لو شطفتيه الغسالة بتقرأ ان المواعين نظيفة مفيش دهون، هتبوظي حساسة الغسالة. حساس الغسالة لازم يشوف ان في دهون، اذا كان ولا بد بعض الاشياء بمنديل كده كده تنزليها، بس لازم يكون في دهون. الحساس بتاع الغسالة لازم يقرأ ان في دهون علشان ينضفها. لو هي نظيفة مشطوفة مش هتتغسل كويس، بعدين تشتكي ان في ريحة طالعة من الغسالة او من المواعين عشان ما اتغسلتش. شوف يا جماعة، ده بدهون اهو، هنزله في الغسالة اهو. كل الدهون دي هحطها في الغسالة عادي جدا، محدش يشطف زي كده. وده يا جماعة العلوي من الغسالة، بنرص بالنظام ده اهو يا جماعة، زي ما هو كده بدهونه. وده السفلي من الغسالة، العلوي خلصناه. ده العلوي من الغسالة، وده السفلي من الغسالة. في بقى حوار هنا اقول لكم عليه. شيالة المعالق يا جماعة، احنا اللي كانت موجودة هنا مع الغسالة دي اكبر من دي. احنا جبنا دي من غسالة 15 لان ال 15 فيها رف للمعالق، اللي فيها دي صغيرة. زي دي احنا جبناها صغيرة شوية. المعالق بتدخل، ما تشيليش الجزء ده. في ناس بتشيل الجزء اللي فوق ده، لا، لو شلتيه المعالق هتلزق في بعضها كده. لا، لازم يبقى ايه موجود عشان يبقى بالشكل ده. طيب انت لو مش مفيش مكان، المكان مليان هنا ومش عايز تحط المعالق هنا، ممكن نروح الرف العلوي، ناخد معلقه نشيل مثلا كده وتحطيها كده في المكان ده بالشكل ده، عشان ما تنزلش تحت تضرب في الرشاش، تبقى نايمه بالشكل ده. ما تحطهاش كده وتسيبيها، لا، الرشاش هيضرب فيها من تحت كده لقدام كده. تحط المعالق، كميه المعالق اللي انت عايزاها تحطها كلها هنا، تمام. بس انا طبعا عندي في مكان تحت بنزلها كده. وفي مكان المعلقه بتدخل هنا شويه عريضه، لو جيتي هنا مش هتدخل. لو انت المعلقه عريضه عندك شويه، المكان ده صغير لمعالق الشاي مثلا، الحاجات الصغيره. المعالق اللي ايديها كبيره هتحطها هنا. دلوقتي انا هشغل على برنامج 50. مش هاكد عليكم الحاجات زي ما انتوا شايفينها كده بالدهون بتاعتها، ما تشطفيهاش تحت الحوض. هشغل على برنامج 50 وهحط البودر. طبعا لو عندك اقراص تمام، بس البودر احسن واوفر. في حالة ان انا هحط بودر مع الملمع والملح، هحط البودر وارجع لكم. ادي البودر، معلقة شاي صغيرة، أقل من معلقة شاي صغيرة، أو نص معلقة شاي، نص حلو كده، تمام. وده مكان الملمع، طبعا أنا حاطط ملمع. أبقى أعمل لكم فيديو إزاي تحطوا الملمع واللمبة اللي بتقيد عشان إيه تحط الملمع. طبعا ده في ناس بتقعد تعمل كده وتعمل كده، ما لا، ده بيعمل كده ويتكي تكة صغيرة لتحت بس. أنا دلوقتي هنشغل 50 دقيقة وأوريكم الحاجة بعد ما تتغسل وتطلع. دلوقتي هختار البرنامج ال50 من هنا. تختار البرنامج ده اللي موجود، لا انا عاوز ال50 من هنا. راح ال50 50 دقيقة. اجي بقى هنا اختار من ده. لا، هو اول حاجة بيجي هنا انا مش عاوز ده لان ده الاقراص، لا انا مستخدم باودر يبقى مش هاخد الاقراص. العلوي انا مستخدم العلوي يبقى اعمل علامة صح على العلوي. السفلي مستخدم السفلي صح. ببرونة لا مش عايزها. شطف عايزه ناخد شطف. تجفيف زيادة أنا مش عايز تجفيف زيادة. شوفي كان 50 دقيقة، زود 5 دقايق بالتفاصيل دي كده، تمام. نديله أوكي من هنا كده شغالة. أيوة الصوت تمام 100. كده يا جماعة الغسالة خلصت. لازم أول ما تخلص نفتح الغسالة على طول علشان خاطر البخار لازم ضروري يطلع. أول ما نفتحها كده بيكون فيه مية أو بخار، لازم نفتح عشان ده يطلع. هي جففت تمام وزي الفل،
بس لازم تتفتح اول ما تفصل. طبعا في غسالات اول ما بتخلص بتفتح اوتوماتيك والناس بتسيبها وتنام عادي، انما غسالتنا لا، لان دي ما فيهاش اوتوماتيك، يبقى لازم اول ما تخلص. دي ما فيهاش فتح تلقائي، فلذلك اول ما تخلص غسيل نفتحها. دلوقتي نطلع العلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ده اللي كان كله صلصة وكان فيه دهون. دلوقتي شوفوا ده يا جماعة الغسيل. طبعا ده بيلمع عشان حاطين الملمع وكل حاجة ومية مية وطالع ناشف. مثلا نشوف اطباق، شوف مثلا الطبق ده، ده الطبق ده اللي كان فيه ملوخية، مية مية، ولا دهون ولا أي حاجة. طب ما الفوق ده ولا ما اللي تحت؟ العلوي نشوف السفلي. أيوة، الأطباق ناشفة وزي الفل، تجفيف مية مية. أيوة تمام، مفيش دهون ولا أي حاجة. حتى المعالق مية مية. ودلوقتي بقى نشوف الفلتر. بعد ما غسلنا، بعد كل غسلة لازم تنضف. نطلع الفلتر، الدهون دي والحاجات دي لازم تتغسل بعد كل غسلة. تمام. المية اللي جوه نضيفة طبعا، لان احنا عاملين دورة غسيل كاملة. ايوه طبعا لازم شوية المية دول يفضلوا موجودين تحت، بس لازم تكون نضيفة، والفلتر يتنضف بعد الغسيل على طول. دلوقتي غسلنا دي، نضفناها مكان الدهون ثابتة، والفلتر نضفناه. بعد كل غسلة لازم ينضف. والمية اللي جوه دي لازم تكون موجودة ونضيفة، لازم تكون موجودة ونضيفة. نركب كده ومع السهم، والسهم ده نلف كده. ايوه تمام كده يا جماعة. عملنا معاكم دورة غسيل كاملة. نشوفكم في فيديو تاني مع اسباب الروايح الكريهة اللي بتطلع من الغسالة.